أين خالد الراشد؟ إنه في السجن منذ أكثر من 14 سنة، وقد حوكم ل15 سنة بسبب قيامه بمظاهرة ضد من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الشيخ عبد الكريم الحميد؟ أين المحدث سليمان العلوان؟ أين الشيخ عبد العزيز الطريفي؟ أين محمد المنجد؟ أين سلمان العودة؟ قد حكموه اليوم بالإعدام. أين وليد السناني؟ أين خلف العنزي؟ أين عبد الرحمن السديس صاحب مسجد الفرقان في مكة ابن عم خطيب الحرم المكي والفرق بينهما كما الثرى والثريا؟ أين سعيد بن زعير قد قضى في سجنه أكثر من 25 سنة؟ أين أحمد عمر الحازمي؟ أين علي الخضير؟ إنه رجل يتجاوز 75 من عمره وقد قضى في السجن أكثر من 20 سنة. أين أحمد الخالدي؟ أين فهد الفهد؟ أين سعود العبيد القحطاني قد مضى في سجنه 25 سنة؟ أين عبد الله الحامد؟ أين عوض القرني؟ أين علي العمري؟ أين إبراهيم السكران؟ أين سليمان الدويش؟ أين موسى القرني؟ أين عبد العزيز البريدي؟ أين إبراهيم الناصر؟ أين حسين العلي التميمي؟ أين المحدث عبد الله السعد؟ أين محمد الصقعبي؟ أين أحمد السناني؟ أين خالد الهملان؟ أين عبد العزيز الجليل؟ أين فهد العساكر؟ أين محمد الدوسري؟ أين عبد الله الرشيد؟ أين سعود الدرويش؟ أين فهد الدرويش؟ أين خالد العلوان؟ أين صالح العلوان؟ أين محمد العبد الكريم؟ أين الآلاف من المعتقلين السياسيين والدينيين في مملكة بني سعود؟ فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟ فبأي جرائم آل سعود تكذبان؟